بكل رحابة الصدر. بكل رحابة الصدر. يعني تقبل على روحك أنه يسوون إعلانات الدكتور محمد الشيخ لضيفنا في منتدى كذا كذا، ومسؤول حقوق الإنسان، وإعلانات بكل الغرف، وأنت ضيف 6 ساعات والغرفة بها 40 نفر. تقبلها عزيزي على نفسك دكتور الشيخ لي؟ غرفة بها 40، يعني 30 ما موجودين، 10 موجودين. شلون تتقبلها على نفسك دكتور الشيخ لي أنه ينحط اسمك بكل الغرف والعدد اللي موجودين ماكوش، صفر؟ أنا صريح دكتور الشيخ لي، أتمنى تقبل هذا الانتقاد أن تتقبله، لأنه أنت موجود في منتدى العدد ماله وصل 380، وماخذ حريتك وتوصل فكرك وما حد يقاطعك، وإلك كل الحرية عزيزي. وشوف سامي ايش يكتب لك، يقول لك شكو بها أبو أحمد خصوصا إذا كان مدح لنظام صدام. يا سيدي أنا ما أعرف ليش سياسيين أصدقائنا ما يفكرون بالموضوع قبل ما يتصرفون. أنا أنتقدك عزيزي، أنا من طبعي أنتقد أي سياسي، أنا أنتقد يا سيدي. لا بالعدد، لما ينشر اسمه بكل الغرف إعلانات وما حد يروح، هذا بمعنى أنه هذا الضيف غير مرغوب به. ما نروح يا سادة يا كرام. أنا دكتور عزيزي، دكتور عزيزي، أنا بالنسبة لي صريح، والحقيقة أنا ما أعرف ليش هذا التصرف من جنابك، لأنه أنت موجود في منتدى، إلك حرية بأن تتكلم وتوصل فكر، ولحد الآن ما حد قايل لك على عينك حاجب، وما حد يجرأ يقول لك على عينك حاجب. عيني الله يخليك، لا تتدخل انت شاب الجبل، ترى اطردك واخليك على البال. لا تتدخل، شغله بيني وبين الجلاله، لا حد يتدخل. الجلاله اي واحد يتدخل اخليه على البال، اي واحد يتدخل اخليه على البال. يا سيدي مو مسألة حكر على احد، لكن لكل مقام. تمام دكتور؟ يا سيدي ما معقولة يا دكتور، يعني والله انقهر، انا انقهر اصدقائي. يلا خلصت، خلي اهنيك هسه على يعني يا سيدي، شفت انت باليوم طالب عواد صار له سنوات يروح في منتدى، مستحيل لو تقص راسه، ما عدا الينابيع هاي مالتهم مستحيل يروح، مستحيل لو تقصون راسه. هاي مالتهم، بس الينابيع مالتهم. فأتمنى عزيزي دكتور الشيخ لي، من الصعب البناء ومن السهل الهدم عزيزي. افهمها شلون ما تريد تفهمها، صدقني هذا مو جرح إلك، لكن هذه كان لازم اقول لك، لان سبق وان قلت لك دكتور الشيخ لي. انا ما يهمني يروح دكتور الشيخ لي يجي 15 دكتور شيخ لي غيرك، ما يهمني نهائيا، ابد ما يهمني دكتور الشيخ لي. لكن انا نعطيك عند مساحة اكثر من اي انسان موجود بالمنتدى. فانت على شي تسوي؟ وانا منبهك سابقا، لا تزعل مني، وانا اتكلم امام الناس. ما يعني اتمنى انه عزيزي وصلت لك الفكرة. بعدين هاي غرفة بعدية، معروفين ذولا كلهم بعدية. انت ايش عندك يم البعدية؟ شو تسوي يم البعديين؟ هسه دخلت تسولف، اوقف، لا تلزمني كافلاح حملات. انا قاسي جدا. انت شو تسوي يم البعدية؟ يعني تريد تأييد يأيدوك؟ يا ابو احمد انت تريد يأيدوك دكتور شيختي؟ انت تريد يأيدوك؟
شو يفيدك هذا التأييد عزيزي؟ ابو احمد أنا خلي نبارك لكم بالسنه الجديده. لا ما يخالف دكتور الشيخلي، انت اذيتنا. ظليت صافي الان البارحه. ليش هذا هاك تفضل، هذا الاهوازي العربي ايدك، لان هذا بعدي، لان هذا بعدي. شوف هذا انت رجل واسع الصدر. لا 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 دكتور، انا مو واسع الصدر بيجي شيء، وكلهم يعرفوني. بيجي قضايا ما اتساهل مطلقا، حتى وان كان 5000 دكتور شيخلي ما اتساهل يا عزيزي. اشكرك جدا لعد والله، اشكرك ابو احمد. تزعل عندي، انا جاهز ان تزعل. لا مو موضوع زعل، لان انا صريح. بس اعتقد بانه الشخصية العامة هو ملكية عامة يا سيدي. اي انسان شخصية عامة انت فهو دخلت ملكية عامة للعراقي. اسمعني دكتور الشيخلي، انت دخلت في منتدى وقلت اني هذا المنتدى ما له غير مكان. كلامك هذا صحيح لو مو صحيح؟ صحيح لو مو صحيح؟ ولكن اذا جاءت استضافة، اذا شخص ضيفك ابو احمد ترفض استضافته؟ يعني تروح يم البعثيين استضافة؟ شنو يعني استضافة دكتور؟ كان هاي وجهة نظرك يا ابو الله عجيب امرك يا سيدي. ما اي اقدر اقول استضافة لك مع شكرا البعثيين يعني. يا سيدي، يا سيدي اي استضافة مع البعثيين دكتور الشيخلي؟ بالعكس البارحة كانت وجهات نظر كثيرة ليس بعثيين فقط. ماكو وجهات نظر، كل اللي موجود هناك بعثيين عن بكرة ابيين. عندي احكي على هواء. شنو دليلك ابو احمد؟ شنو دليلك؟ 6 ساعات قدام اخذت لك وقت 6 ساعات. طيب هنا ليش من واجبي تنخير؟ ليش تنخير من واحد يقول لك هنا بعدي؟ ليش تنزعج؟ تنزعج معقولة ابو احمد؟ شنو مو معقولة يا سيدي؟ انت ما تعرف ابن سيمينة زين. انا اقصى من هذا بمئات المرات، انا اقصى من هذا صدقني. على كل انا حبيت اسلم عليك واسلم على الاخوة وتحياتي لكم. انا ما احترم اي بعثي دكتور اسمح لي ابو اي بعثي واي انسان يحمل حب ما تسمع حر التعزيزي حتى لو تطلع ولا يهمك. انت اللي عندي، انا ما يهمني. على كل عام يا سيدي انا ما يهمني. انت خسرت منتدى شمس الحرية. انت خسرت شمس الحرية، انا ما خسرت. اللي يخسر انت. اشكرك جدا ولا يهمك ولا يهمك. انا خسرت. شكرا جزيلا ابو احمد على ظنك بي، وحبيت بس اسلم عليكم وتحياتي لكم وتصبحون على الف خير. وإن شاء الله أعتقد هذه ستكون المداخلة الأخيرة لي في هذا المنتدى الكريم الذي أكن له كل احترام وكل تقدير لكل شخوصه ولكل الأخوات. اسمعني قبل ما تطلع يا دكتور، اسمعني قبل ما تطلع. أبو المثل يقول لا تمشي ورا اللي ضحكك، امشي ورا اللي يبكيك. يا سيدي كثيرين كتبوا لي قالوا لي دكتور الشيخلي بعثي، وأنا كنت سد منيع أمامهم، كنت اتحداهم، كنت اتحداهم على كل هي كتابات. هي يا دكتور الشيخ اسمعني، انا من القيادات الموجوده بالبرلمان يكتبوا لي عنك. خليني اقول لك شيء يا عبد، روح خسرت، انت خسرت، اطلع الدم، طلع.